وأثناء ما هو ماشي لفاطمة فلقى له ضب، فقام أخذ الضب صوته رجع زي ما هو، فات لفاطمة وفاطمة عرفته. تاني رجع للغول، تاني الغول رجع للحداد والحداد طرق له لسانه. وأثناء ما برضه هو ماشي لفاطمة المرة التانية لقى له خنفسة كبيرة، فقام أكلها ورجع صوته زي ما هو. فقام قال للحداد قال له أنت قاعد تغشني، المرة دي أنا باكلك. الحداد قال له لا أنا ما بغشك، لكن أنت بتاكل الحشرات. قال لي خلاص المرة دي ما باكل الحشرات. قام طرق له لسانه وهو ماشي، وأثناء ما هو ماشي لقى له خنفسة قام قتلها. لقى له ضب فات زحى منه بعيد عشان عارف لو أكلهم صوتهم برجع زي ما هم حيقدر ياكل منه فاطمة. ففات لي فاطمة وقال لها بصوت محمد: فاطمة يا فاطمة افتح الباب لمحمد الأرباب يعشيكي ويغديكي ويسار الليل ويخليكي. فاطمة فتحت له الباب، فقام قال لها هم الليلة جيت أكلك، يا أكلك يا أكل أخوي. فقام فاطمة بكت وقالت له: يا عم الغول الجلجول أكل محمد أخوي. لكن الدسة ورزيل. فقام الدسة الغول وجا محمد دق الباب كالعادة، وفاطمة فتحت له الباب قال لها: يا فاطمة أنا عطشان. قالت له: امشي الزير ذاك اشرب. فات يشرب من الزير، الغول قام قبض يده وقال له: هم أنا الليلة جيت أغلق. فقام بكى وقال لي: يا عم الغول أنا عندي كلمة ولا كلمتين خليني أقولن. فقام قال لي: خلاص قولي. فقام بكى وقال: